السلام عليكم. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. راني والله الا كنشوف الميساجات ديالكم وكنحاول انني نجاوب على كل شيء. كنحاول زعما نجاوب داكشي علاش قدرت. سمحوا لي، عارفه بلي مفرطه من جهتكم، حيت كنشوف بحال هكا تعاليق وميساجات. صافي وصلتي لداكشي اللي بغيتي، حنا ما بقيتي زعما غتستافدي منا بوالو، الا ما تقوليش بحال هكاك. والله الا ربي بوحدو اللي علم معزتكم، ولكن بعض المرات ما كتكونش عندك طاقه حتى تهزي التليفون. وغير هادشي سبحان الله العظيم، باش جينا لهاد البلاد دزنا بزاف ديال الحاجات. هشام دخل في غيبوبه، ملي فاق لقاو عنده المصرانه الزايده، غادي يطرطق بزاف 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 ديال الحوايج. وكل حاجه وكيفاش كتكون ردة الفعل ديالها منا حنايا. داكشي علاش سبحان الله العظيم ما كتكونش الخاطر للتليفون. ولكن من الواجب ديالي نجي باش نهضر مع عائلتي ونقول لهم حالة هشام فين وصلت. هذا واجب واجب. والناس اللي كيقولوا باغا ديري البوز، لاش باقا كتصوري؟ حيت العالم ديال السوشيال ميديا صعيب شويه، مقسوم على قسمين. هادوك الناس بغيت نقول لكم واحد الرساله، انا البوز كما حاولت نديرو تقبل، فما بالك دابا اللي من بعد الله سبحانه وتعالى نحن تحت الرعايه الملكيه، يعني ما ناقصنا حتى شي حاجه. داك البوز مثلا اشنو غادي يجيب ليا وانا ملكي العزيز، ملكنا الله ينصرو جلاله الملك محمد السادس، ما مخلينا زعما مخصوصين من حتى شي حاجه. يعني اش مازال غنقلب؟ خاصكم تفكروا شويه بالعقل. انا فقط كندوي وكنتحدث مع العائله ديالي فقط، لا اقل ولا اكثر. وراه غادي تلاحظوا بلي كاينين بزاف ديال لي كومونتيرات، وعندي بزاف ديال لي ميساجات اللي بغاو يطمئنوا على الصحه ديال هشام. كما قالوا الطب ديال هنا، غيكون تخطى مرحله الخطر بنسبه 50%، ولكن مازال هشام في العنايه المركزه. مازال هشام تحت المراقبه 24 ساعه على 24 ساعه من طرف الاطباء. حيت هشام كاين في السبيطار اخصائي لامراض السرطان، وكيقولوا بلي هو من احسن السبيطارات الامراض، الناس اللي مرض بالسرطان. الله يشافيهم الشفاء التام يا ربي الحبيب. الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين. المهم الحاله ديال هشام بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل جلاله الملك محمد السادس، اللي والله ما تخيلوش الاحساس ديالي من جهته. كان احساس قوي وكبير بزاف من قبل، ودابا زاد ضاعف. يعني حطوا راسكم بلاصتي، فاش كتلقاي كاع البيبان تسدوا في وجهك وكتردي وجهك للقبله، كتقولي يا ربي تسخر لي عبادك وتفتح لي ابوابك. كتجي واحد الحاجه اللي كنتي كتظنيها بعيده وتهز لك الزوج ديالك بحال طير من الطيور السماوات. ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا. المهم سمحوا لي بزاف الا ما كنتش قادره انني نوصل احساسي، ولا ما كنتش قادره انني نوصل الرساله اللي بغيت نوصلها، ولكن على كل حال نتوما دائما كتفهموني. آه، جلاله الملك محمد السادس كنبغيوك بزاف، والله ما تخيلش مدى الحب والاحترام والتقدير والمعزه اللي زرعها ربي في قلبنا تجاهك. المهم الحاله ديال هشام غدا بشويه بشويه. المصران الزايده اللهم لك الحمد، واخا كان خطر كبير على انه يدخل البلاك ويدير العمليه، ولكن بقدره الله عز وجل دازت العمليه بخير وعلى خير. ودابا حاليا هشام كيتسناو انه تستقر الحاله ديالو باش يبداو في الحصص ديال لاشيميو، وان شاء الله دوز بخير وعلى خير. هاد الحصص ديال لاشيميو غير تمهيد ديال الجسم ديال هشام. اما العلاج علاج جا لفرنسا سميتو الكارتيسيل، حتى تولي الحاله ديالو مستقره عاد يبداو فيه. حيت علاج صعيب وكيخص الجسم يكون قوي شويه. واخا داك المرض ما كيخلي حتى شي قوه في الجسم، ولكن عند حسن ظن عبادي بي فاني مجيب لدعوه الداعي اذا دعاني. اسمحوا لي الا كنت غلطت فيها ولا شي حاجه، ولكن راه كاينه في القلب بالمصطلح ديالها الصحيح، باللي ربي سبحانه وتعالى واخا داك المرض ما يكون خلى حتى شي حاجه في الجسم ديال هشام، ولكن ربي كبير. انا كندعي الله سبحانه وتعالى صباح وعشيه انه يزرع في الجسم ديال الزوج ديالي القوه والطمانينه والسكينه في القلب ديالو، ويزيد يقوي ايمانه بالله، ويزيد يقرب ليه اكثر من اللي هشام قريب من الله. يعني هشام
قوه الخيوط دايرين به، ومع ذلك خديجه اذن الظهر، خديجه اذن العصر. يعني هاد الحاجه بحد ذاتها واحد نقطه امل كبيره باللي هشام غادي يولي بخير باذن الله، باذن الله. داكشي علاش اسمحوا لي كثرت عليكم، بغيت نجاوب على كاع الاسئله. دعوا لي مع هشام.